صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عنوان خطبة اليوم بإذن الله عز وجل فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن. لعلك أكثر من مرة سمعت عن مثل هذه المواضيع المهمة في مثل هذه الأيام، فإن هذه الأيام أيام بلاء وفتن كما تعرف وكما تشاهد وكما ترى في وسائل الإعلام وكما ترى من الناس أنفسهم. لكن لعلك تنتبه إلى نقطة مهمة، وهي هل هذا الوطن يستحق فعلا التضحية من أجله، ولا هذا الوطن لا يستحق أن يضحي المسلم في سبيله؟ تعال معي لنتكلم عن أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعلم وحتى تتأكد تمام اليقين أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يشاء العبد مما أعطاه الله له يضحي به في سبيل وطنه. فقد ذكرت لك أكثر من مرة عن فضل حب الوطن، وكيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه الذي ولد فيه، بل كان يدافع عن ذلك ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذلك. أنس ابن مالك رضي الله عنه يحكي عن عمه أنس بن النضر، فقال إن أول قتال لم يقاتله أنس بن النضر عمه رضي الله عنه، فقال لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، أي أنا سوف أكون صامدا في قتال المشركين ويرى الله سبحانه وتعالى مني ذلك. فلما كان قتال أحد قال أنس بن النضر رضي الله عنه اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يقصد به أصحابه لأنهم تقهقروا ولو شيئا يسيرا في الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول في هذا الوقت كان هو الحاكم، كان هو الذي يعطي الأوامر للجيش، فلما أعطي أمره أن لا ينزل أحد من مكانه، ولما رأى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم على هذا المكان وأن الصحابة قد انتصروا، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. انظر، مخالفة القائد لمرة واحدة تتسبب في هزيمة المسلمين. غزوة أحد، الغزوة التي كاد أن يفتك بها بالمسلمين جميعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرح وحدث ما حدث كما تعلمون لمخالفة واحدة بأمر قائد هذه المعركة. إذن لا يصح ولا يجوز بحال ولا ينفع أن تخالف أمير المعركة أو قائد المعركة أو رئيس البلاد في الأوامر التي يعطيها، حتى لا تتسبب في هزيمة المسلمين في أي مكان، وأنت تعلم أن الجميع يتربص بالعرب والمسلمين يتربص بهم الدوائر والشر، فلا تعطي لهم هذا. أنس بن النضر رضي الله عنه قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يا رب أعتذر إليك مما فعل هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ويقصد المشركين. في هذا الزمان صار الذي يقاتلك رجل يظهر أنه مسلم، يظهر ذلك ويتستر خلف ستارة الدين، وهو والله ما يأتمر إلا بأمر المشركين. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين والعياذ بالله. انظر كيف وصل بالحال بالمسلم أن يقتل مسلما مثله وأن يترك مشركا يتنعم ولا يريد أن حتى أن يفعل مثل ما يفعل مع المسلمين.
ثم قاتل مقاتلة شديدة أنس بن النضر رضي الله عنه. فقال سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل كما يفعل، أنا ما قدرتش أعمل مثل الذي يعمل. لأنه سأله: ما الذي تفعله؟ قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. أنس بن النضر رضي الله عنه. سعد بن معاذ هذا رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، اهتز لموته عرش الرحمن ويقول: والله ما استطعت أن أفعل مثل ما يفعل. فقال: فقاتل حتى قتل، وما عرفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد عدوا الجرح الذي في جسده 89 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح وبسهم، كل هذا كان في جسده الشريف رضي الله عنه وأرضاه. وما عرفته أخته إلا ببنانه، لأنه كان في بنانه علامة وقد مثل به المشركون، فما عرفته أخته إلا بذلك. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: كنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المسلمين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج البخاري رحمه الله أن عبد الرحمن بن عوف وكان صائما أتي له بطعام، كان صائما فأتي له بطعام كسرة خبز وما شابه. أنت تعلم حال الصحابة من الفقر الذي كانوا فيه. فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. عبد الرحمن بن عوف، ليس أنا وأنت، يقول ذلك عن صحابي جليل: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، أفضل مني. كنا إذا كفناه ببردة نغطي رأسه تبدو رجلاه، نغطي رجلاه تبدو رأسه، ليس معه شيء يكفنونه به من شدة الفقر والحال الذي كانوا فيها. انظر إلى أي مسلم في هذا الوقت يستطيع أن يلبس وأن يأكل، بل وأحيانا يتنعم في نعيم أعطاه الله الكثير. أنت تعلم هذا. وإن وجدت فقيرا من الفقراء، هذا الفقير لا يستطيع مثلا دفع أموال سيارة أو يدخل إلى مطعم، فإن الذي موجود يدفع عنه، وإن لم يعطيه صاحب المطعم فإن الكثير من المسلمين يأتون بحسابهم أكلا له. هذا موجود في كل بلاد المسلمين. لكن أن تجد ذلك يقوله الصحابة عند تقديم كسرة خبز لهم، يقول: إن مصعب بن عمير رضي الله عنه هو أفضل مني، فإن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بدت رأسه. وقال أيضا ذلك عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال: أخشى أن تكون بسطت إلينا الدنيا. كسرة خبز توضع أمامه ويقول: أخشى أن تكون بسطت لنا الدنيا فننعم بالدنيا بدلا من ثواب الآخرة رضي الله عنه. هذا هو مصعب بن عمير، ينظر إلى هذا الحال الذي ليس شيئا أمامه، ومع ذلك يقول هذا الكلام، ثم بكي حتى رفع عنه الطعام ولم يفطر. انظر، كل هذه التضحية تكون فقط في سبيل الله عز وجل، تكون فقط في سبيل الوطن والدفاع عن المال والعرض والشرف. فكما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله،
إن جاءني أحد يريد أخذ مالي. المال يشمل الجميع، ليس المال هو الفلوس وحسب، بل كل مال. إن جاءني رجل يريد ماله أرأيت يا رسول الله أقاتله؟ قال نعم قاتله. هؤلاء الذين يريدون تدمير أوطاننا هل نسكت لهم؟ هذه هي أموالنا، وما الوطن إلا مالا لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله. قال يا رسول الله فإن قتلت؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. إلى هؤلاء الذين مرابطين على الثبور، إلى هؤلاء الذين ليل نهار يدافعون عن أوطاننا، أبشروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كل هذا فقط للذي يدافع عن وطنه. لا تظن أنك وإن لم تكن في الجيش أو في الشرطة تدافع عن بلادك أنك بذلك لست مجاهدا في سبيل الله إن وعيت الناس بالخطر الذي خلفه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من سأل الشهادة بصدق، الذي يسأل أن يجاهد في سبيل الله لكنه لا يستطيع. فكما تعلم أنه لا بد من أخذ إذن ولي الأمر في الجهاد وأن يكون تحت راية من رايات المسلمين. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حتى وإن مت على فراشك، حتى وإن مت على فراشك. فإن توعية المسلمين بالخطر الذي يحوم حولهم أمر عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا